أخنوش الذي أعلن مؤخرا في خطوة مفاجئة عن عدم ترشحه لولاية ثالثة لحزبه، وبالتالي عدم ترشحه لرئيس باش يكون رئيس الحكومة القادم إلى الحزب ديالو تولى هذا المنصب. هذا القرار المفاجئ اللي خداه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش كيطرح العديد من الأسئلة، خصوصا للناس اللي متبعين الشأن السياسي، وخصوصا المغاربة الآن كيسولوا علاش بالضبط عزيز أخنوش في هذا الوقيته تختار هذا القرار. ياك هذه رجعنا فقط أسابيع قليلة للوراء كان كيدير الحملة الانتخابية ديالو، كان كيقول باللي حنا اللي غادي نكونوا حكومة المونديال، كان كيذكر بالإنجازات وخيا فقط بروباغوند، كان كيذكر بالإنجازات اللي دارتها الحكومة ديالو، كان كيحث الناس على أنه يصوتوا عليه في الانتخابات القادمة باش يكون هو رئيس حكومة المونديال. كذلك الصحافة اللي تابعة العزيز أخنوش دائما كتذكرنا بالإنجازات ديالو، على الرغم أن هناك كانت واحد الخروقات كبيرة في الولاية ديالو ولا في الحكم ديالو، كانت بحال باي اكزومبل الصفقة ديال تحليات المياه، صفقات الأدوية، صفقة ديال الغاز ولا الغازوال. كاينين بزاف ديال الخروقات اللي قام بها السيد عزيز أخنوش في الولاية ديالو، لكن على الرغم من هذا كان دائما كيحث الناس على الإنجازات ديالو، تيقول لهم صوتوا عليا وأنا ما سيتولى خصوصا حكومة المونديال. علاش في هذا الوقيته بالضبط السيد عزيز أخنوش؟ كنا تكلمنا على هادشي في حلقات سابقة، وكنا كنقولوا يا إما غادي يكون حزب البام عبر عزيز أخنوش ولا شي واحد آخر، يا إما غادي يكون حزب العدالة والتنمية. هاد الحزبين هما اللي غادي رشحهم المخزن ولا غادي يرشحهم الملكية داخل المغرب من أجل على أنهم يكونوا في الحكومة القادمة، خصوصا على أن الملكية ولا الملك محمد السادس خاص يقول شكرا لعزيز أخنوش وما قام به عزيز أخنوش، لأن عزيز أخنوش استحمل وكانت كتوجه ليه جميع الانتقادات والإخفاقات ديال النظام الملكي، لأنه هو المسؤول الأول والأخير ورئيس الحكومة سواء عزيز أخنوش سواء هذا اللي غادي يجي من بعد، ما هو فقط يخدم المصالح ولا يخدم الأوامر الملكية. لذا عزيز الملك محمد السادس خاصو يقول عزيز أخنوش شكرا لأنك استحملتي هادشي كامل. دابا غادي نرجعوا للسؤال علاش بالضبط الآن عزيز أخنوش اختار عدم ترشحه لولاية ثالثة لحزبه، لأن المخزن كانت عنده ورقتين ولا كانوا عنده حزبين اللي غادي يعطيهم باش يتولاو الحكومة القادمة، وواحد فيهم كان غادي يكون رئيس الحكومة، يا إما الحزب ديال العدالة والتنمية يا إما الحزب ديال الأحرار. الحزب العدالة والتنمية على الرغم من شفنا الظهور الكثير للسيد عبد الإله بن كيران وتصريحاته الأخيرة اللي ولا فيها ملكيا أكثر من الملك ولا كينساغ بزاف لجميع القرارات ديال المخزن، على الرغم من هذا لا أظن أن النظام الملكي ولا الملك محمد السادس غادي يحطوا على رأس القائمة في الحكومة القادمة، وذلك لعدة أسباب أهمها هما رفضهم للتطبيع والتصريحات ديال بعض الأعضاء اللي كاينه في هذا الحزب ديال العدالة والتنمية، رافضين بشكل قاطع التطبيع، على الرغم أن رئيس الحكومة السابق العثماني هو اللي سنى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، لكن أعضاء الحكومة بالخلفية ديالهم إلى آخره هم أشخاص اللي رافضين للتطبيع، خصوصا العلاقات اللي كاينه الآن ما بين المخزن وإسرائيل، وكانوا انتقادات كبيرة للنظام المخزني في السابق. دونك المخزن ما عمره ما غادي يحط الورقة ديالو خصوصا في الحكومة القادمة على حزب العدالة والتنمية. دونك شنو غادي يبقى لهم؟ حزب ديال الأحرار. حزب ديال الأحرار عندهم مشكل واحد هو عزيز أخنوش، لأن على الرغم من أن كيقولوا الإنجازات إلى آخره، لكن الحزب ولا الشخص ديال أخنوش طاحت الشعبية ديالو مؤخرا، وما نساوش باللي أخنوش إلى بقى لولاية ثالثة يقدر يؤدي إلى سقوط الملكية، وهذا الشيء خصوصا شفناه مع الاحتجاجات الأخيرة ديال جيل زاد، والنقطة اللي وصلوا لهذا الاحتجاجات والإشهار الكبير الإشهار السلبي اللي دار للنظام المغربي، خصوصا الشأن السياسي في المغرب، عدم تواجد مستشفيات، ما كايناش الخدمة، كاين الفساد اكسيتيرا. وكانوا جيل زاد كانوا كيلوحوا ولا بعض منهم في هذا الجروب كانوا كيلوحوا المسؤولين
المسؤوليه على السيد عزيز أخنوش، هو اللي تحمل هذه المسؤوليه كامله. وهذا الشيء شفناه فاش كنعطيو ميكرو ولا كتشوفوا وسائل الاعلام في المغرب كيمشيو يتكلموا مع الشعب المغربي ولا احد الاشخاص كيعطيوه الميكروفون باش يتكلم، كنشوفوا الانتقاد اللاذع الذي يوجهه لأخنوش. أخنوش ما خدامش، أخنوش كاين الفساد، أخنوش هو السبب، أخنوش اكسيتيرا اكسيتيرا، لان النظام المخزني دائما خاصو يخترع شي رئيس حكومه اللي يلقي عليه جميع المسؤوليات ديالو. سي بور سا ما غاديش يكمل مع أخنوش، لان أخنوش طاحت الشعبيه ديالو. دونك اتجه على انه هادشي اللي دفع، هذه بعض القراءات التي اقولها، هادشي اللي دفع السيد عزيز أخنوش على انه يقدم الاستقاله ديالو، وغادي يترشح شخص اخر اللي الان تيقولوا باللي هو اللي غادي يترشح. ومن المناسب وشنا هو اللي الان كيظن على ان المخزن هو محبوب عند المغاربه خصوصا في هذه المناسبه، هو فوزي القجع. شفنا واش ما غيش بحال كاين مسخوط ولا هذه بلادنا دازت جات في طريقنا غديوها. هاي انت اي حاجه ديرها. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.